لو هاو بيستعد بكل قوته لنهائيات البطولة الكبرى اللي هتقام بعد شهر. شفنا طبعا وعرفنا ان موفي فان مش هيشارك معاه بسبب مرضه وانه لسه بيتعالج، وعلشان كده لو هاو مضطر يعمل كل اللي عليه علشان يكسب الطائفة بتاعته. وبعد مرور شهر بنوصل يوم بداية المسابقة الكبرى، وبنعرف من المنظمين والقادة ان السنة دي هتبقى مختلفة، ولان مش الطوائف الستة بس اللي هيشاركوا، لا ده كمان معاهم عائلة مينج وعائلة لو وكمان مملكة لاولين القديمة. لو سانغشي بيعلن ان النهارده هيبقى يوم ترفيهي للتعرف على بعض، ومن بكرة هتبدأ المسابقات، وده بحيث ان كل المشاركين هيروحوا لوادي الألف وحش. لو هاو بيبقى مستغرب من اللي بيحصل وما بيكونش متوقع ان هو يشوف لو سانغشي هنا. مش بس كده، ده كمان بيشوف شياو، الشاب اللي شفناه كلنا في بداية الانمي بيعتدي على البنت، او اللي كان محضر الفخ لو هاو علشان يطرد من عشيرة لو هاو بيفضل حاطط عينه عليه هو واصحابه، وبيطلب من جوتشن يمشي هو علشان وراه حساب قديم لازم يصفيه. بالليل جماعة لو بيكونوا في الغابة وبيسمعوا صوت غريب من فوق الاشجار، بعدها بيلاقوا شخص مقنع بيهجم عليهم وبيقتل واحد فيهم، التاني بيترجى ما يقتلوش، والمقنع اللي هو اكيد لو هاو بيطلب منه لو مش عايز يموت يرجع ويبلغ لو سانغشي ان هو قتل شخص من عائله لو والدور الجاي عليه. الشاب بيرجع للو سانغشي وبيبلغه بكلام لو هاو، وطبعا لو سانغشي هنا بيبقى مستغرب وبيكون عايز يعرف القاتل ده من انهي طائفه لكنه ما بيعرفش. بعدها لو سانغشي بيطلب منه ما يهتمش بالموضوع ويركز في المسابقه بتاع بكره. لو هاو بيرجع لجوتشن وبيلاقيه قاعد حزين مع صديقه، بيعرف ان كل حاجاتهم اتسرقت وما يعرفوش مين اللي عمل كده. جوتشن بيبقى متضايق جدا لان حتى الاسلحه بتاعتهم مش موجوده والمسابقه خلاص بكره ومش عارف يتصرف ازاي. لو هاو شكوكه بتبدا تزيد بخصوص المسابقه والناس الغريبه اللي انضمت السنه دي، فبيطلب من جوتشن يفضل في مكانه وهو هيروح يتاكد من حاجه كده ويرجع له. فعلا بيروح يجيب مجموعه من الاسلحه الخاصه بيه وبيديها لجوتشن وصديقه علشان المسابقه، وتاني يوم بيبقى موعد المسابقه الحقيقيه في ساحه وان شو. كل الفرق بتتجمع في المكان وبيبقى لازم كل مجموعه ينتشروا ويجمعوا اعشاب طبيه نادره، وبيرجعوا قبل غروب الشمس، واللي هيجمع اكتر اعشاب هو الفريق الفايز. لو هاو بينضم لجوتشن وصديقه بان وي وبيقرروا يعملوا مجموعه مع بعض، وبعد لحظات كل فريق بيبقى مكون من 3 اشخاص، والمسؤول عن المسابقه بينقلهم لمكان التنافس بتاعهم اللي بيبقى مليان بالوحوش، ولو هاو بيوزع المهمات عليهم وبيطلب منهم يتفرقوا، وده علشان يتحركوا اسرع وينجزوا المهمه في وقت قليل، وبيديهم اسلحه اسطوريه علشان يستخدموها. جوتشن بينجح في قتل مجموعه من الوحوش وبيجمع مجموعه من الاكاسير الطبيه، وبيرجع للو هاو وهو مليان فخر لانه جمع اكاسير كتير، لكنه بيتفاجئ ان لو هاو قتل وحوش اكتر بكتير، وبيعرف ان لو هاو جمعهم كلهم مع بعض وقتلهم بضربه واحده بس، وده علشان يقتلهم بطريقه سريعه. بعد شويه لو هاو بيفتكر ان بان وي لسه ما رجعش، فبيروح مع جوتشن علشان يدوروا عليه، ولكن بعد لحظات بيلاقوه راجع ومعاه شخص غريب وبيكون ماسكه زي الاسير، والشخص ده بيبقى لو زيتان، وده واحد من عائله لو اللي معاه خلاف قديم مع لو هاو. لو هاو طلب منه يسيب بان وي وبيقول له ان زمان كان بيهزمه لكن دلوقتي هو هينتقم منه اشد انتقام. طبعا القتال بيبدا بينهم ولو هاو بيقدر يقضي على لو زيتان بكل سهوله. جماعه لو بيبقى معاهم مجموعه من الرهاين وبيهددوا لو هاو انهم هيستخدموهم في الضغط على عشيره شوانجن، ولكن لو هاو ما بيهتمش، بيهجم عليهم كلهم وبيقضي عليهم واحد ورا الثاني. لو هاو بياخد جوتشن وبان وي وبيرجعوا تاني للعشيره بعد ما يخلصوا المسابقه، وهم في الطريق لو هاو بيقرر يحكي لجوتشن عن عداوته السابقه وانه دلوقتي هينتقم من كل الاشخاص اللي اذوه في يوم من الايام. العجوز الشيانج بيبقى مع زعيم العشيره اللي بيقول له ان المسابقه الكبرى اوشكت انها تخلص خلاص، وبيبقى مبسوط ان تلاميذهم عاملين اداء ممتاز، وبيكون واثق ان العشيره بتاعتهم هتكسب. العجوز الشيانج بيقول له بس التلاميذ بتوعه هم الافضل، وتشين ما بيرضاش يتناقش معاه. بعد لحظات واثناء كلامهم بيدخل عليهم قاده الطوائف الثانيه وبيقولوا لهم ما يفرحوش كتير، وده لان العشيره بتاعتهم ملهاش مستقبل وانهم ما يستحقوش يكونوا موجودين في الطوائف السته الكبار. تشين بيسالهم مال مين اللي هيبقى مكاننا، بيتفاجئ انهم بيقولوا له ان عشيره لو هي اللي هتنضم للطوائف السته الكبرى. شين بيتعصب لما بيعرف انهم عايزين يستبدلوهم بعائله لو، وبيقول لهم ان ده مستحيل حاجه زي دي تحصل. واللي بيتعصب اكتر بقى هو العجوز الشيانج اللي بيخرج، وساعتها بيخرج طاقه غريبه جدا وبيقول لهم لو حد يستجري يعمل معاهم حاجه هيواجه الغضب ده كله. زعيم طواف بيقول له انهم خاطفين مجموعه من التلاميذ ولو ما تنزلوش عن موقف هيقتلوهم. شين بيطلب من عجوز الشيانج ما يتصرفش بتهور علشان مستقبل التلاميذ دول. اثناء الكلام ده لو هاو بيوصل للمكان وهو رابط لو سانغشي وبيرميه قدامهم على الارض، وبيسالهم مين بقى الطلاب اللي هتقتلوهم. زعيم الطائفه بيلاقي تلاميذه هم اللي مربوطين وبيطلبوا منه المساعده. العجوز الشيانج بيلاقي ان دي فرصته علشان يقوم يهجم عليه ويضربه ضربه قويه جدا، وقبل ما يقتله شين بيتدخل وبيطلب منه وقف اللي بيعمله ده، لانه لو قتلوا هيظهروا بمنظر القاتلين وده هيضر بالطائفه بتاعتهم. لو هاو كمان بيتدخل وبيطلب منه ما يعملش حاجه، وبيقول له ان معاه طار شخصي معاه، وبيطلب منه يسيبه للتلاميذ بتوعه يتعاملوا معاه. العجوز الشيانج بيرمي لو سانغشي على الارض وبيقول ان هو لو هاو رحمه منه. زعيم عائله مينج بيبقى عايز ياخد لو
سونغشي والتلاميذ بتوعهم ويمشوا، ولكن العجوز الشانج بيقول له لازم التلاميذ بتوعهم يتعاقبوا الاول. فعلا بيهجم عليهم وبيضربهم واحد ورا التاني. وبعد ما بيمشوا زعيم عائله مينج بيتكلم مع شخص تاني عن جوتشن وبيقول له ان هو شافه موجود هناك، وطبعا الكل عارف ان هو هربان من عشيرته، وبيطلب منه ان هو يقبضوا عليه علشان ياخدوا المهارات بتاعته اللي اكتسبها من عيلته. بنعرف بقى ان عائله جوتشن عندهم مهارات الخشب الاخضر، ودي مهاره قديمه جدا تنتمي لعصور ما قبل التاريخ، وعندهم القدره على تدمير العالم بيها. بيقولوا انهم لو حصلوا عليها ممكن يستبدلوها بدعم عائله مينج كلها، وبيطلب منه يروح بنفسه يحصل على المهاره دي. بنرجع مره تانية لتشين، والمره دي بيبقى في صف الوهاو وبيشكره على اللي عمله، لان من غيره العواقب كانت هتبقى كبيره. بعدها بيطلب منه يرجع ويرتاح علشان قدامه يوم طويل بكره. لو هاو بيرجع مع جوتشن وبان وي، والكل بيبقى مبسوط باللي حصل النهارده، الا لو هاو اللي بيفكر انهم لازم يبقوا حذرين مع لو سونغشي وجماعته لانهم لسه خطيرين وممكن يعملوا ألاعيب خبيثه تانية. فعلا ما بيكملش تفكيره وبيلاقي في هجوم شخص مجهول بيهجم عليهم في الغابه، وده بيكون القاتل اللي زعيم مينج بعته علشان يقبض على جوتشن. اول حاجه بيقول لهم انهم مش مضطرين للقتال، ولو جوتشن سلم المهاره الخاصه بعيلته، لكن طبعا لو هو بيرفض وبيقول له انهم مستعدين يشوفوا وشه التاني. المقاتل بيستخدم قوته الاسطوريه علشان كده لو هو بيطلب منهم يتراجعوا. لو هو بيبدا الهجوم لكنه بيلاحظ ان الخصم قوي جدا وقادر يصد هجومه بكل سهوله، وكمان بيهجم على لو هو بهجوم قوي جدا، ولكن لو هو بيستخدم قوه التنين الذهبي لصد الهجوم، وكمان ضرب الخصم ضربه قويه جدا بيقضي بيه عليها. ولكن لو هو بيحس بتعب شديد بعد القتال ده، ودي اول مره تحصل معاه انه يستخدم المجهود ده كله، وكمان بيبقى خايف ان قوه الارض الخاصه بيه تخلص، وده لانه استخدم 30% منها في القتال ده بس. ولكن لو هو عارف ان في اشخاص كتير دلوقتي معتمدين عليه، وعلشان يقدر يحميهم لازم يطور قوته الخاصه. لو هو بيرجع يحكي لعجوز الشانج فبيستغرب وبيقول له انت في كام واحد عايز يقتلك يا ابني، عملت ايه لكل ده؟ ولكن بيطمنه بعدها وبيقول له ان هو هيديله حاجه علشان يدافع بيها عن نفسه، وبيرمي له حجر طاقه غريب، وبيعرف ان القطعه دي غاليه جدا ومهمه جدا لانه سلاح سحري وقوي. لو هو بيشكره عليها، ولكن عجوز الشانج بيقول له انا مش عايز الشكر، انا عايز فلوس، وهو بينسيب له وهو راجع للطائفه بتاعته. وبنقف لحد هنا. هل بقى لو هينجح في انه يطور قوته الخاصه، وهل هيلاقي مساعده من عجوز الشانج ومو فيفان في ده؟ هل في النهايه لو هيقدر ينتقم لاسرته ويقتل لو سونغشي؟ ده اللي هنشوفه ونعرفه في الاجزاء اللي جايه، واللي العلم هي لسه ما اتكتبتش اصلا كمانجا، وعايزك تتاكد تماما ان اول ما نهايه القصه تنزل هنزلها هنا في القناه اول ناس. فعايز اقول يعني مويه، يعني اللي فات ما كانش احسن حاجه في موضوع الدعم بتاع القناه كلايكات واشتراكات وحاجات من دي. فكل اللي انا عايز اقوله لك دلوقتي، احنا هنبدا ننزل بشكل يومي ان شاء الله الساعه 8 او 7 بتوقيت مصر او السعوديه في واحد من الميعاد ده، وكل يوم هتنزل جزء جديد من حكايه مختلفه. فكل اللي عليك دلوقتي انك تتاكد من تفعيل جرس الاشعارات، وتتاكد انك عامل لايك الفيديو ده واشتراك في القناه، وده لان الحكايات اللي جايه هتنزل بشكل مستمر، وعايز دعمكم معانا الفتره اللي جايه دي عشان الكلام على دمار. سلام.